السلام عليكم. معادنا النهاردة مع الحلقة التانية من السلسلة الرمضانية رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون عن سيدنا عمير ابن وهب رضي الله عنه، والملقب بشيطان قريش وحواري الإسلام. ولو ما شفتش الحلقة الأولى هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بس قبل ما نبدأ صل على النبي ويلا بينا نبدأ. في يوم بدر كان في راجل من قريش، من أخطر رجالها ومن أذكى عقولها، اسمه عمير ابن وهب الجمحي. ده كان واحد من قادة قريش اللي خرجوا بسيوفهم عشان يقضوا على الإسلام. كان حديد البصر، قوي الملاحظة، دقيق في التقدير. عشان كده قوموا اختاروه يطلع يستطلع عدد المسلمين اللي خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح عمير ولف حوالين معسكر المسلمين على فرسه، وبعدين رجع لقريش وقال لهم هم حوالي 300 رجل، يزيدوا شوية أو ينقصوا. وكان تقديره صحيح. سألوه هل وراهم مدد؟ كمين؟ تعزيزات؟ قال لهم مفيش وراهم حاجة، لكن يا معشر قريش، شفت دواب شايلة رجال مفيش في عيونهم غير موت مفيهوش رجوع. قوم ملهمش منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. وقال كلمة خطيرة: والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، ولو اتقتلوا منكم زي عددهم يبقى إيه خير العيش بعد كده؟ وكاد بعض زعماء قريش يسمعوا كلامه ويرجعوا مكة من غير قتال، لولا أبو جهل اللي أشعل نار الحقد ودفعهم للحرب، وكان هو أول قتلاها. كان أهل مكة بيلقبوا عمير بشيطان قريش. قاتل يوم بدر قتال شديد، لكن قريش رجعت مهزومة، وابنه اتأثر في إيد المسلمين. في يوم قعد مع ابن عمه صفوان بن أمية. صفوان كان قلبه مليان نار، أبوه أمية بن خلف اتقتل في بدر. قعدوا سوا بيسترجعوا قتلى بدر وبيغلي الحقد في صدورهم. قال صفوان: والله ما في العيش بعدهم من خير. قال له: صدقت، ولولا دين علي وعيال أخاف عليهم بعدي كنت ركبت لمحمد وقتلته، ولي عنده حجة أقول جاي عشان ابني الأسير. هنا صفوان اتمسك بالكلمة، قال له: دينك عليا أنا أقضيه، وعيالك مع عيالي، بس اقتمه. قال له: اكتم شأني وشأنك. سن سيفه وسمه وخرج المدينة. في المدينة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعد مع الصحابة يتكلموا عن بدر. فجأة شاف عمير واقف على باب المسجد ومتوشح سيفه. قال: ده عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله علي. دخل عمير، قال بتحية الجاهلية: أنعموا صباحا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. سألوا النبي: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لابن الأسير. قال صلى الله عليه وسلم: وما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا عمير، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، وذكرتما أصحاب القليب، وقلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك، والله حائل بينك وبين ذلك. في اللحظة دي اتزلزل عمير. الكلام ده ما كانش يعرفه غير هو وصفوان. صرخ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله.
وقال: والله ما حضر هذا الكلام إلا أنا وصفوان، فما أنبأك به إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فقهوا أخاكم في الدين، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا أسيره. في لحظة اتحول شيطان قريش إلى حواري من حواريي الإسلام. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إلي من عمير حين طلع علينا، وهو اليوم أحب إلي من بعض ولدي. قعد عمير يفكر: إزاي الإسلام يمحو كل اللي فات؟ إزاي كلمة صادقة لا إله إلا الله محمد رسول الله تمسح سنين عداوة؟ إزاي الصحابة اللي كان نفسه يقتل نبيهم يفتحوا له قلوبهم؟ إزاي عمر اللي كان نفسه يقتله يبقى يحبه كده؟ قال في نفسه: لو لحظة صدق واحدة تاخد كل ده من التكريم، يبقى ده دين عظيم. راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنت شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأحب أن تأذن لي أرجع مكة أدعوهم إلى الله، ولو ما سمعوش أؤذيهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك. وفي الوقت ده كان صفوان في مكة مستني خبر قتل النبي. كل يوم يسأل القوافل: حصل حاجة في المدينة؟ لحد ما واحد قال له: أيوة، حصل أمر عظيم. تهلل وجهه. قال: إيه؟ قال له: عمير بن وهب أسلم. الأرض دارت بصفوان. رجع عمير مكة ودخلها وهو مسلم، وقال: والله لا أدع مجلسا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. وبدأ يدعو ليل ونهار، وفي أسابيع قليلة عدد اللي أسلموا على إيده فاق كل التوقعات، وخرج بيهم المدينة في موكب كبير يكبروا ويهللوا. وفي فتح مكة منسيش صفوان راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، صفوان سيد قومه هرب يريد أن يلقي نفسه في البحر فأمنه. قال صلى الله عليه وسلم: هو آمن. طلب علامة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمامته، وراح لصفوان وقال له: الله الله في نفسك، ده أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعه. وقف صفوان قدام النبي وقال: اجعلني بالخيار شهرين. قال صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار 4 أشهر. وبعدها أسلم صفوان، وفرح عمير فرح شديد. ده خبر عظيم، خبر رجل كان شيطان قريش فصار حواريا من حواريي الإسلام، ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وبقي على ولائه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. رحلة بدأت بسيف مسموم وانتهت بقلب منور بالإيمان. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في تعليق، وكمان تقول لنا تحب نتكلم عن مين من صحابة رسول الله الكرام الحلقة الجاية.